يلا بينا بقى نعمل الموهيتو، المشروب الجامد في الصيف، محدش يقدر يستغنى عنه. هو بنكهات كتير بس انا النهارده عاملاه لكم بنكهه مع العناب والسبرايت او السيفن. تعالوا بقى نشوفوا كده هنعمله ازاي. المشروب ده جامد جدا، حلو قوي، يرطب علينا في الصيف. الحر بقى انتوا شايفين بقى الحر عامل ازاي، والنور كمان بيقطع كمان. فتعالوا بقى نشوف، يلا هنعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول مره تشوفيني، انا اسمي ايمان. مش تنسي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، هنا معايا العناب اللي هو الكركديه. نقعته قبليها بساعتين وحطيته في التلاجة، ومعايا مكعبات من التلج، ومعايا اي سبرايت سفن. المهم ان يكون يعني ميه غازيه بيضه، يعني ما تكونش ملونه. هنا معايا بقى ايه، هنجيب التلج. لو عايزه تجرشيه في الخلاط اعمليه، عايزه تجرشيه في الكبه او هتكسريه بنفس الطريقه اللي انا هكسره بيها دي. بس انا ايه، قلت اكسره في كيسه كده عشان ما يبوظش عندي الخلاط. هنا بدات حطيته في كيسه من اكياس التلاجة، وبدات اخبط عليه كده زي ما انتم شايفين، وجرشته كويس جدا. هنا بقى معايا ايه، معايا العناب. بعد ما نقعته كويس جدا هصفيه في مصفى. هنا بقى خلاص كنت صفيته. هبدأ بقى ايه، اجيبه واحطه في الكاسات. بس قبليها هنحط السكر ده حسب الرغبة. انا هنا معايا السكر مظبوط بتاعه كوباية من السكر، اللي هي المج بتاع الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي. هنا هبدأ ادوب بقى السكر كويس جدا، وهنا حطيته في الكوبايات معايا. هنزل بقى بالتلج عليه، هتنزلي بقى بالتلج كده عليه. وبعد كده ايه، هتكوني معاكي مجهزه شرايح من الليمون. ولو عندك نعناع، بس انا ما كانش موجود عندي نعناع ساعتها، فقطعت شرايح من الليمون. حطيت هنا بقى التلج اللي احنا جرشناه في كل الكوبايات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وجبت هنا بقى ايه معايا السبرايت او السيفن زي ما قلت لكم، وهبدا بقى ايه احطه. بصوا الجمال، هيبدا بقى ايه اللون يبقى تحت غامق وفوق فاتح. بصوا اهو، حطيناه كده بقى بالشكل ده. بس زي ما قلت لكم لازم يكون فاتح يعني. هنا بقى ايه هنزل بقى بشرايح الليمون. وزي ما قلت لكم لو عندك نعناع حطي برده شرايح من النعناع. بصوا يا بنات، الموهيتو بيتعمل بطرق كتير جدا، وفي نكهات كتير جدا، وفي نكهات كتير عند العطار اللي هو النعناع اللي هو اللون يعني الصحي، وفي نكهات كتير. بصوا بقى كده خلاص كنا خلصنا بقى الموهيتو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.